جه وظهر انها كانت قاعده مع محمد عادل، والاتنين قعدوا مع بعض وكانوا قاعدين في كافيهات، وفي صور واصله لاهلها ان هم كانوا قاعدين مع بعض وعارفين. ومحمد عادل كان بيروح لهم بيروح لهم على طول، معرفش امتى يعني، كان بيروح لهم على طول. خلاص خليها تتكلم وما تتكلمش ان ربنا المهم يعني ان محمد عادل كان بيروح لهم على طول يعني، وعارفين ان محمد عادل، وعارفين كل حاجة عن محمد عادل. محمد عادل كان معاه صور وحاجات كتير، بعتوا له بلطجية ولبسوه قميص نوم بشهادة الناس اللي في المنطقة عندهم، بشهادة الناس اللي في المنطقة. انا ما قلتش حاجة من بق، انا ما شفتش ولا عرب. ان شاهد اول مرة كلمتك فيها كان كلامك بقمة الاحترام والذوق، ربنا يحميك. والله الناس كلها عارفة ان انا كنت بكلم الناس باحترام وبذوق. اي حد كان بيشتمني كنت بقول له يا عم على دماغي، كنت باخد شتمتي على دماغي. بس انتوا دلوقتي انتوا زدتوا فيها يعني. انا سكت وبعدت عن القضية. تبعتوا يعني، بعتت لي واحدة داخلة تقول لي انت خاين وعمالة تشتم فيا. هشتمها واطلع ميتينها. انا برضو لساني زفر، انا لساني زفر. اذا كنت انا محترم هفضل محترم، بس في حدود وفي صبر. وهشتم وهفضل هشتم، اللي يشتمني هشتم. معناته محمد عادل صادق، كلامه كله صدق. ثواني بس، ثواني. نرجع كده بالزمن لورا اسبوعين ثلاثة كده. عمي طلع في قناة الصحة والجمال و... وكان بيتكلم، ومش عارف كان بيقول له ايه كده المذيع، قام قايل له افاجئك انا محمد عادل انا اللي كنت بجيبه وانا اللي كنت هجوزه. اسمعوا الكلام كده وحللوه كده يعني. وبعدين اقول لكم على حاجة كمان، يعني بيقول لك الحمد لله ان هي ماتت وارتحنا منها. قال حاجة زي كده، مش عارف هي حاجة زي كده. المذيع بيقول له لو هي كانت اتشوهت، قال له كان هنزعل عليها، كانت هتزعل على نفسها، الحمد لله انها ماتت. كان المذيع بيقول له يقول له لو هي اتشوهت احنا هنزعل عليها وهنزعل على جمالها، ما يقول له الحمد لله ان هي ماتت. يعني ده انا، ده بنتي ضنايا، انا اللي مخلفها يعني. ده انا امي لما كنت عملت حادثه وربي انا كنت بشوف امي فعلا شيطان، كنت بقول لها امشي اطلعي بره انت عايزه تقتليني. امي كانت من خوفها عليا والله العظيم كمان مره كانت هتعمل حاجه في نفسها. كانت بتقعد معايا ال 24 ساعه، ما كانتش انا اسمي محمود محمد احمد عبد القادر غريب. هي اسمها نيرة اشرف احمد عبد القادر غريب، اختلاف محمد واشرف اللي هو ابويا وابوها. تمام، يعني هي بنت عمي لازم. انا كنت بعيد عن العيله، انا والدي ووالدتي منفصلين. تمام، انا بعيد عن العيله. رجعت قربت من العيله. تمام، اتكلمت مع العيله. لما ظهر الوضع ده اتكلمت مع ابويا، قال لي روح اتكلم مع شباب العيله. رحت اتكلمت مع شباب العيله، قال لي احنا مالنا يا محمود، ده ابوها نفسه ما عملش حاجه، احنا اللي هنعمل. انا اتضايقت لان انا كان نص اصحابي عندها، فاتضايقت. انا اللي كنت هنضر لان انا ما اعرفش حاجه، انا عايز اسمع، عايز لسه افهم الموضوع. رحت اتكلمت مع عمي، بتكلم معاه يعني لسه ما اعرفش حاجه، لسه عايز افهم. بتكلم معاه لقيته قام واخدني جنبه، قال لي تعالى جنبي هنا يا محمود، تعالى في كل كذا 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 كذا. قال له ينفع يحلف على مصحف ويقول الكلام ده صدق ولا كده؟ لا مش هيحلف على مصحف طبعا. لا بس يا جماعه انا نفسي عمي، انا نفسي عمي يطلع كده ويحلف على مصحف ويدافع عنه. لا انا مش عايزه يدافع عني، انا مش عايز منهم حاجه، انا مش عايز منهم حاجه. انا عايز عمي يطلع يحلف على مصحف ويبطل الكلام اللي انا قلته ده، ويقول ان الكلام ده ما حصلش. بس هو يطلع يحلف عادي، يكفي ان هو بينام على فرشته على مخدته وهو ظالم عيل، دي تكفي كفيله. وفعلا اخواتها زيها كل. نفسي عمي يطلع كده ويحلف على مصحف ويدافع عنه. لا انا مش عايزه يدافع عني، انا مش عايز منهم حاجه، انا مش عايز منهم حاجه. انا عايز عمي يطلع يحلف على مصحف ويبطل الكلام اللي انا قلته ده، ويقول ان الكلام ده ما حصلش. بس هو يطلع يحلف عادي، يكفي ان هو بينام على فرشته على مخدته وهو ظالم عيل، دي تكفي كفيله. وفعلا اخواتها زيها، كل اللي بينزل على النت بيقولوا انهم زيها ويمكن اكتر كمان. هم مش رجاله لو ايوه معلومات غلط عننا بالظبط. هم بيت انا ما كنتش عايز اقول حاجه، انا كنت طالع اتكلم معاكم عشان الناس اللي عماله تقول لي انت انتهكت شرف بنت عمك، وانت غلطت ببنت عمك، وانك خاين، وانك مرتشي، وانك اخواني. انا ولا خاين ولا مرتشي ولا اخواني، انتوا اللي اخوانيين ومرتشيين واخوانيين وكل حاجه، يا بتوع رابعه يا بتوع رابعه العدويه. تمام، لو رجعتوا في صفحاتهم القديمه ونزلتوا تحت هتلاقوا ان هم بتوع رابعه العدويه واخوانيين. تمام، ومرتشيين. انا ولا انا اخواني ولا انا مرتشي. تمام.
م? طبعا انا هتشوف اللايف. انا هقفل اللايف اهو. قول. بس وانتوا شايفين برضو مين اللي اخواني ومين اللي وبطلت مرتشي الفيديوهات ومين اللي طلع وباين عليه الفلوس ومين اللي طلع ومش باين عليه الفلوس. انا والله العظيم ما في دماغي ولا انا عايز اطلع، ولو انا في دماغي كنت كل يوم هطلع وانزل كل يوم لايف، كل يوم هطلع لايف، كل ثانيه انا فاضي. كل ثانية. انا ما وريش حاجة، فاضي قاعد في بيتي ما وريش حاجة بندرس. يعني. انا لو حابب كل شوية هطلع. اقول ده وكيل المحامي. هما بيشتموا دلوقتي بيقولوا ان انا انتهكت عرض بنت عمي وغلطت في بنت عمي. مش انا اللي قايل عليها عرق عوج، ده ابوها اللي قايل عليها عرق عوج. ولما جيت كلمت ابوها عاتبت ابوها، قلت لابوها احنا نجيبها ونشوف ايه اللي ناقصها اللي بتعمل معاك كده. انا اللي هنضر يا عمي، انا اللي هنضر يا عمي. لما كلمت ابوها قلت له انا اللي هنضر. صحابي كلهم عندها لما جالي الكلام، قلت له صحابي كلهم عندها، صحابي كلهم عارفين ان انا راجل، صحابي كلهم عارفيني على ايه. قلت له انا اللي هنضر، انا اللي في الوش. والكلام ده ابويا يشهد عليه، وابويا عارف الكلام ده. اللي كان قاعد في القعده كنت انا وابويا وعمي وواحد صاحبي. بس صاحبي كان مشي ما سمعش الكلام ده. هما مش فارق معاهم بنتهم ولا بتنجان، هما فارق معاهم الفلوس. دي عيله بتخاف تشخ الجوع. عشان اقول لكم بس، علشان نبقى على نور، انا مش زيكم ولا هبقى زيكم، ولا انا مرتشي ولا انا اخواني ولا انا بقبض من القضيه. انا يعني زي ما انا، الناس كلها بتشوفني في الشارع بروح وباجي زي ما انا، ولا انا مرتشي ولا اخواني ولا غيرت تليفوناتي ولا كرشي ظهر ولا ساعات ولا خواتم ولا زي ما انا. دي عيلة بتخاف تعمل بيبي تجوع. والله كلكم بتكذبوا وبتحلفوا ايمان. يا فظيع بلا نور. يركبوا بقى. يا باشا اللي يركب يركب. انا ليا بنفسي، انا مقتنع بنفسي ومقتنع بكلامي وعارف ان انا العظيم كمان مرة الفكرة فلوس. وانتوا شفتوا بنفسكم، انا مش هتكلم. انتوا شفتوا بنفسكم طالع الكرش 360 درجة اتغيروا. انتوا شفتوا بنفسكم، مش انا اللي هتكلم. فين المصدر؟ مصدر ايه؟ في عدار في بين نيرة وشبانة وصل لأستاذ المستشار أشرف. الله أعلم معرفش. هي لك من لبنان، واضح انك صادق ومحترم. الحمد لله. انت على دماغي انت واهل لبنان كلهم. انا صادق ومحترم مع المحترم فقط. انا اهلي علموني ان انا احترم الصغير قبل الكبير. اكبر منك بيوم يفرق عنك سنة، وانا بحترم الصغير قبل الكبير. بس لو الكبير قل ادبه بغزى صباعين الاتنين في عيني. انا ما بخافش من حد. انت مش احسن مني ولا انت زيادة بعيد عني. بس في بقى مفاجأة بكرة بإذن الله. بإذن الله يعني في مفاجأة بكرة جميلة جدا. يعني عايزكم تبقوا جاهزين بقى لبكرة، عشان انا مش انا اللي هتكلم خلاص بقى. اللي منهم هو اللي هيتكلم، اللي منهم هو اللي هيطلع يتكلم ويقول انت محترم يا لاوي يا لاوي. في ايه؟ كرهته جدا. انا بانتظارك. المهم يا جماعة انتوا عاملين ايه بس الاول كده؟ انا دخلت معاكم في الكلام. لو امي قالت لحد هتقول فضايحكم كلها. امي ساكته يا جماعة امي عارفة عن العيلة كلها كل حاجة، بس هي هتتكلم وتطلع تفضحهم. يعني كلام ملوش لازمة، مش كل الكلام بيتقال. كلام مش هيفيد في القضية. انتوا ولا نيابة ولا جهة حكومة عشان تعرفوا الكلام ده. هو في ايه يا جماعة يعني؟ المفاجأة بتخص مين لو سمحت؟ ازيك يا محمود؟ مش عارف والله، بس في مفاجأة. المستشار العسقلاني عمل بلاغ وهيطالب والدتك للشهادة. يا ريت تخلص ضميرك عشان ماشي. امي مستعدة تشهد في اي حاجة. انت ما ردتش على سؤالي ليه هم قبضوا على موت بنتهم؟ قابضين 25,000 جنيه من الكلية. مفيش قناة كانت بتروح تصور معاهم اللي ما كانوا بيقبضهم؟ يعني اكيد باين والله. مش محتاج ان انا اقول ان هو باين، انتوا شايفين. ممكن تسأل والدتك الخناقة اللي قبل الحادثة كانت مكانها فين بالظبط؟ يا ريت هي تفتكر. ضروري كانت في الكلية. خناقة ايه؟ البنتين اللي كانوا بيتخانقوا مع ولد كانت في الكلية، في كلية حقوق. كانت في كلية حقوق البنتين اللي كانوا بيتخانقوا مع ولد.
انا ليا كليتي ومستقبلي ودراستي. عايزه اتجوز اختي تمام. انا اذا كنتوا انتوا بتوع ساحل انا مش بتاع ساحل، اذا كنتوا انتوا ريمبو وعوالم وشواذ انا مش بتاع الكلام ده. انا ما غلطتش في بنت عم، انا قلت الصور حقيقيه مش فيك، لان فعلا الصور حقيقيه مش فيك. انا الحمد لله. هو انا اي حاجه بعملها بتبقى وحشه هما بيعملوها بيبقى عليها مكسرات وحلوه يعني وجميله، ولا ايه؟ ما طلع جوز هدير وقال ان الصور حقيقيه. انا لما رحت اتكلم مع عمي، انا اتكلمت مع عمي عشان ما كانش عاجبني وضع بنت عمي. تمام. انا ما كانش عاجبني وضع بنت عمي، ورحت اتكلمت مع عمي قال لي في كل شجره عيله كذا 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 كذا. انا مالي وانا اللي قال الكلام؟ بيقول لي نعمل ايه؟ قلت له نجيبها نشوف إيه اللي ناقصها، نشوفها بتعمل كده ليه. اما قال لي ما انا غلطت والله يا محمود. هو ده رد؟ ده رد يتقال؟ سيبك منهم يا محمود. محمود نعم انا معاك، شكلك وكلامك واضح انك ابن. والله يا جماعة انا كنت برضو من ضمن الحاجات اللي مضايقاني ان انتوا كل شوية تدخلوا تشتموني وتكلموني بقرف. هو الواحد برضو فيه ضغوطات يعني، انتوا عليكم ضغوطات، احنا علينا مكسرات. فهموني، ما هو في ضغوطات. انتوا دلوقتي طلعتوا اتكلمتوا عليا ورميتوا عليا التهمة، طلعت رديت بالادب مرة واتنين وتلاتة وعشرة. غلطت في حاجة؟ جيتوا بقى عن الواحد برضه في طاقة، وقفت وما خفتش من حد وكنت كفيل باللي انتوا بعتوه. استنى ايه تاني بقى؟ استنى لما تحط لي مخدرات؟ احنا معاك اهو. فاكرة لما كنت جاي وعايزة تحطي مخدرات لجوزك؟ جوزك اشرب بطاطس. الحي والميت انا ما اعرفش حاجة عن بنت عمي، وانا بعيد عن العيلة كلها. ودي عيلة لما انا شتمتها فده رأيي في عيلتي، وانا لسه عند رأيي، والعيلة دي اقول لها الكلام ده في وشها. انا ما بخافش من حد، محدش عويل في حد. تمام. وفي حكومة وفي نيابة وفي محكمة، في كل الكلام ده. انا اتخنقت من عيلتي. ايش بتاعكوا انت كنت تحب نيرة ولانها رفضتها؟ لا 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 لا، مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده. انا لو كنت بحب نيرة ولا رفضتها ولا رفضتني انا راح اتقدم لبنت عمي. الكلام ده كانوا بيقولوا على محمود الطراز مش عليا انا. ده انا اصغر منها بسنة. بسنتين. لا بسنة. سنه وشهرين. سنة وشهرين. خير. المفاجأة ايه يا حودة؟ المفاجأة هتبقى بكرة بإذن الله. برافو يا محمود، كمل لأنهم ظلموك وبسبب لك الأذى. المهم يعني انها بعتلي واحدة داخلة تكلمني عشان الغي توكيل المحامي. والله بطلت تحيل عليها نسوان وبنات. انا كنت عايز اقول لك الكلمتين دول، بطلت تحيل عليها نسوان وبنات عشان انا بشوفش مستقبلي، مش بتاع بنات ولا بتاع. بالظبط. انا بطلت تحيل عليها نسوان وبنات عشان انا مش بتاع الكلام ده. انا ليا كليتي ومستقبلي ودراستي. عايزه اتجوز تمام. انا اذا كنتوا انتوا بتوع ساحل انا مش بتاع ساحل، اذا كنتوا انتوا ريمبو وعوالم وشواذ انا مش بتاع الكلام ده. محمود الطراز انك ان كنت تحبها، هو اللي قال الكلام ده. ابعتوه والنبي بعتلي الفيديو اللي قال فيه الكلام ده. ياسمين مو كان في رسالة حاجة. غير بعد ما عمل نيو. محمود الطراز ليه يا جماعه ما طلعش؟ هو كان مختفي وما ردش عليا من اول يوم لما قلت له اطلع رد عليا. انا ايه في ايه بيني وبينك؟ لما قلت اطلع رد عليا في ايه بيني وبينك؟ انا ما عملتلكش حاجه عشان تطلع ترمي عليا التهمه. في ايه بيني وبينك عشان ترمي عليا التهمه؟ جاي تطلع بعد ما ربيت شعرك وضربت لك الاستشوارات الجميله، برضه مش هتبقى زيي مهما عملتش هتبقى زيي. ما علينا يعني. وعملت جيم ورحت خسست نفسي. حوار وان انا بعدت عن العيله وبتقولوا ان العيله عملت وعملت وعملت. اقول لكم حوار حادثتي كان بسبب ايه. انا والدي ووالدتي منفصلين. تمام. حلو الكلام. والدتي جت خدت منهم شقه المفروض انها بتاعت جدي، شقه حضانه. تمام. حضانه لينا عشان والدتي منفصله وكده. فيقوموا يعملوا ايه بقى؟ يوم هم زنين. تمام. واعمال. تمام. لان انا اليوم اللي قبلها كنت معاهم والشيخ جه قرا عليا مطلع ديدان من بقي. معايا فيديو كمان يعني ابتديت اقوم، لسه مبتدي اقوم كان في ديدان مرشوشه لي قدام الباب ومنزل الفيديو بالتاريخ. منزل الفيديو بالتاريخ. المهم انت فعلا كنت بتحبها وباين
كنت بحبها وباين أوي. انا يا جماعه ما اعرفش بنت عمي يعني. انتوا بتقولوا ايه؟ انا اعرفها وهي صغيره، بحبها مهما كان يا بنت عمي برضه. بس انا اعرفها وهي صغيره، كنا لابسين بامبز انا وهي. انا اعرفها وهي لابسه بامبز معايا. كانت امي بتغير لنا احنا كانت امي بتغير لنا، ايوه. احنا كنا بنشخ في قصريه. اقول لك برضه كنا بنشخ في قصريه. المهم انا اعرفها وهي صغيره. جيت لما جيت في ثالثه ثانوي ابتديت لسه ان انا اعرفها تاني في ثالثه ثانوي. الكلام ده اللي هو ايام حادثتي. كنا بنطلع مع بعض مصايف في كل حته ونروح في كل حته مع بعض. ففين اللي بحبها يعني؟ احب بنت بحبها عمي بنت عمي يعني. يعني. بنت عمي احبها مهما كان بنت عمي. محمود الطرزوة المحرض. يا جماعه انا والله العظيم انا ما شفتش بعناية، بس هو بنسبه 99% هو المحرض. انت تطلع ترمي عليها التهمه بناء على اي اساس لو انت مش المحرض؟ يعني انت طالع ترمي عليها التهمه بناء على اي اساس؟ طلع تقول محمود اللي كان هناك في المنصوره هو ووالدته، وانت عارف ان انا كليتي في طنطا. هو والدته، انا والدتي كانت هناك بتوصل اختي بتاخد كورتيزول وبتروح وبتتعب. اختي بتتعب، امي كانت بتوصل اختي. اما مش تطلع بقى ترمي التهمه عليها وتقول ان انا كنت هناك. بالنسبه لشهادتي اللي انتوا بتبحثوا عليها في موقع الكليه اللي انا موجود في الاربع سنين، تعالى يا حبيبي اخدك من ايدك. تعالى انا بنزل الكليه، انا نازل يوم الاحد، الجاي. تنورني في الكليه وندخل الكليه سوا انا وانت. ندخل الكليه سوا انا وانت وندخل ونشوف الشهاده اذا كنت بامتحن ولا لا، اذا كنت انا موجود في. هما حوار حادثتي كان بسبب شقه ما تسواش 60-70 الف جنيه. المهم ان الشقه دي كانت بتاعه جدي، تمام. الشقه دي كانت بتاعه جدي وشقه ورثه. فهو امي واخداها حرقاهم، يعني هي خدت الشقه منهم حرقاهم، وهي شقه ورثه، تمام. فكلهم كانوا عمالين بقى اللي هو يعني تفكيرهم وصلهم ان انا لما اموت والدي يروح يشتكي والدتي ويقول ان انا في حضانه امي، تمام. وهي موتته ما حافظتش عليه. يعني ده تفكيرهم. المفروض اللي انا حللته ما ملهاش حل غير كده، لان انا قبلها كنت معاهم، بعدها اتعمل لي عمل، قمت عمل تاني معمول. برافو عليك يا ابني، قول كل شيء. انا ما بخافش من حد. مش برافو عليك وقول كل شيء، انا اللي اعرفه بقوله. ليش محمود الطراز بيكرهك؟ مش يمكن بيغار ورمى عليا التهمة عشان كده؟ ما هو ملهاش حل غير انه خايف. الكره ده هو ما بيكرهنيش لان هو ما يعرفنيش عشان يكرهني. امير هو ياسمين مورد، لا ما اعرف معرفة عشان يكرهني، ولا انا اذيته في حاجة عشان يكرهني. ملهاش حل غير انه طالع رمى التهمة عليا عشان هو خايف من حاجة. هو اقرب يعني اقرب واحد كان معاهم، اللي مخبرهم كان هو. الفيديو لما نزل على مواقع التواصل الاجتماعي ما كانش مكتوب علينا نيرة اشرف اللي اتماتت، وكلنا شفنا الفيديو واتصدمنا زي اي حد. بعدها الفيديو اتعدل وتنزل عليه واحده ماتت واسمها نيرة اشرف. اللي خبرهم الفيديو كان محمود الطراز. طب انت عرفت منين يا استاذ فلوطه؟ انت عرفت منين انها نيرة اشرف اللي ماتت؟ فعلا هو عايز يرمي التهمه عليك. يا جماعه انا والله العظيم انا كفيل اروح اتسال قدام النيابه ان كنت هناك. كليتي موجوده وكل حاجه موجوده، انا ما بخافش من حد. طلعتوا شتمت امي، شتمتوني، انا كنت باخد شتيمتي على دماغي. اي حد كان بيكلمني كنت بقول له يا عم على دماغي، وباخد الشتيمه على دماغي. وما ما قلتش لحد لفظ وحش، ولا قلت لحد كلمه وحشه، ولا زعلت حد. اي حد كان بيكلمني كنت بكلمه بكل احترام وبكل ذوق. ما انا يعني لو حللتوا الكلام اللي انا بقوله يعني حللوه. انا والله ما اعرف حاجه، انا زيكم بستكشف زيكم، ما اعرفش اي حاجه. احنا مصدقينك بس مش مصدقين انك ما تعرفش الحقيقه. وعهد الله ومصحف احلف عليه ان انا ما اعرف حاجه. امي اللي تعرف. نفسي عمي يطلع كده ويحلف على المصحف ويدافع عنه. لا انا مش عايزه يدافع عني، انا مش عايز منهم حاجه. انا عايز عمي يطلع يحلف على المصحف ويبطل الكلام اللي انا قلته ده، ويقول ان الكلام ده ما حصلش. بس هو يطلع يحلف عادي، يكفي ان هو بينام على فرشته وعلى مخدته وهو ظالم عيل. دي تكفي كفيله. وفعلا اخواتها زيها، كل اللي بينزل على النت بيقولوا انهم زيها ويمكن اكتر كمان. هم مش رجاله لو ايوه معلومات غلط عننا بالظبط. هم بيت. انا ما كنتش عايز اقول حاجه، انا كنت طالع اتكلم معاكم عشان الناس اللي عماله تقول لي انت انتهكت شرف بنت عمك، وانت غلطت في بنت عمك، وانك خاين، وانك مرتشي،
وانك اخواني، انا ولا خاين ولا مرتشي ولا اخواني، انتوا اللي اخوانيين ومرتشيين واخوانيين وكل حاجه، يا بتوع رابعه يا بتوع رابعه العدويه. تمام، لو رجعتوا في صفحاتهم القديمه ونزلتوا تحت هتلاقوا ان هم بتوع رابعه العدويه واخوانيين. تمام، ومرتشيين. انا ولا انا اخواني ولا انا مرتشي. تمام. م? انا هقفل اللايف اهو. بس وانتوا شايفين برضو مين اللي اخواني ومين اللي مرتشي ومين اللي طلع وباين عليه الفلوس ومين اللي باقي طلع ومش باين عليه الفلوس. انا والله العظيم ما في دماغي ولا انا عايز اطلع، ولو انا في دماغي كنت كل يوم هطلع وانزل كل يوم لايف، كل يوم هطلع لايف كل ثانيه. انا ما وريش حاجه، فاضي قاعد في بيتي ما وريش حاجه. يعني انا لو حابب كل شويه هطلع. اقول لي توكيل المحامي، هما بيشتموا دلوقتي بيقولوا ان انا انتهكت عرض بنت عمي وغلطت في بنت عمي. انا مش انا اللي قايل عليها عرق عوج، ده ابوها اللي قايل عليها عرق عوج. ولما جيت كلمت ابوها عاتبت ابوها، قلت لابوها احنا نجيبها ونشوف ايه اللي ناقصها اللي بتعمل معاك كده. انا اللي هنضر يا عمي، انا اللي هنضر يا عمي. لما كلمت ابوها قلت له انا اللي هنضر. صحابي كلهم عندها لما جالي الكلام قلت له صحابي كلهم عندها، صحابي كلهم عارفين ان انا راجل، صحابي كلهم عارفيني على ايه. قلت له انا اللي هنضر، انا اللي في الوش. والكلام ده ابويا يشهد عليه وابويا عارف الكلام ده. اللي كان قاعد في القعده كنت انا وابويا وعمي وواحد صاحبي، بس صاحبي كان مشي ما سمعش الكلام ده. هما مش فارق معاهم بنتهم ولا بتنجان، هما فارق معاهم الفلوس. دي عيله بتخاف تشخ الجوع. عشان اقول لكم بس علشان نبقى على نور، انا مش زيكم ولا هبقى زيكم ولا انا مرتشي ولا انا اخواني ولا انا بقبض من القضيه. انا يعني زي ما انا، الناس كلها بتشوفني في الشارع بروح وباجي زي ما انا، ولا انا مرتشي ولا اخواني ولا غيرت تليفوناتي ولا كرشي ظهر ولا ساعات ولا خواتم ولا زي ما انا. دي عيلة بتخاف تعمل بيبي تجوع. والله كلكم بتكذبوا وبتحلفوا ايمان. ايوه فظيع بلا نور. يا باشا اللي يركب يركب، انا ليا بنفسي، انا مقتنع بنفسي ومقتنع بكلامي وعارف ان انا العظيم كمان مرة الفكرة فلوس. وانتوا شفتوا بنفسكم، انا مش هتكلم. انتوا شفتوا بنفسكم طالع الكرش وال 360 درجة اتغيروا. انتوا شفتوا بنفسكم، مش انا اللي هتكلم. فين المصدر؟ مصدر ايه؟ في عدار في بين نيرة وشبانة وصل لأستاذ المستشار أشرف. الله أعلم، معرفش. هي لك من لبنان، واضح إنك صادق ومحترم. انت على دماغي انت واهل لبنان كلهم. انا صادق ومحترم مع المحترم فقط. انا اهلي علموني ان انا احترم الصغير قبل الكبير. اكبر منك بيوم يفرق عنك سنة، وانا بحترم الصغير قبل الكبير. بس لو الكبير قل ادبه بغزى صباعين الاتنين في عيني. انا ما بخافش من حد. انت مش احسن مني ولا انت زيادة بعيد عني. بس في بقى مفاجأة بكرة بإذن الله، بإذن الله. يعني في مفاجأة بكرة جميلة جدا. يعني عايزكم تبقوا جاهزين بقى لبكرة، عشان انا مش انا اللي هتكلم خلاص بقى. اللي منهم هو اللي هيتكلم، اللي منهم هو اللي هيطلع يتكلم ويقول انت محترم يا لاوي يا لاوي. في ايه؟ كرهته جدا ونحن بانتظار. المهم يا جماعة انتوا عاملين ايه بس الاول كده؟ انا دخلت معاكم في الكلام. امي قالت لحد هتقول فضايحكم كلها. امي ساكته يا جماعة امي عارفة عن العيلة كلها كل حاجة، بس هي هتتكلم وتطلع تفضحهم. يعني كلام ملوش لازمة، مش كل الكلام بيتقال. كلام مش هيفيد في القضية. انتوا ولا نيابة ولا جهة حكومة عشان تعرفوا الكلام ده. هو في ايه يا جماعة؟ يعني المفاجأة بتخص مين لو سمحت؟ ازيك يا محمود؟ مش عارف والله، بس في مفاجأة. المستشار العسقلاني عمل بلاغ وهيطالب والدتك للشهادة. يا ريت تخلص ضميرك عشان ماشي. وامي مستعدة تشهد في اي حاجة. انت ما ردتش على سؤالي ليه هم قبضوا على موت بنتهم؟ قابضين 25,000 جنيه من الكلية. مفيش قناة كانت بتروح تصور معاهم اللي ما كانوا بيقبضهم.
يعني اكيد باين باين والله، مش محتاج ان انا اقول ان هو باين، انتوا شايفين. ممكن تسأل والدتك الخناقة اللي قبل الحادثة كانت مكانها فين بالظبط؟ يا ريت هي تفتكر ضروري. كانت في الكليه. خناقة ايه؟ البنتين اللي كانوا بيتخانقوا مع ولد كانت في الكليه، في كليه حقوق. كانت في كلية حقوق البنتين اللي كانوا بيتخانقوا مع ولد. يعني هقول بس كلمتين الاول وبعد كده ارد على حضرتك. هقول بس كلمتين الاول وبعد كده ارد على حضرتك على السؤال. اول حاجه عايز اقول لحضرتك انك يا ريت يوم العزاء حضرتك تكون موجود معانا، تكون مشرفني يوم العزاء. هنعمل حضرتك عزاء كبير، هنعمل عزاء كبير يليق بالناس كلها، فيا ريت حضرتك تكون موجود متواجد يوم العزاء بعد الحكم ان شاء الله. ان شاء الله. يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. صدق الله العظيم. اخليه يقول ربع تاني ولا ايه؟ لمين؟ هو في حد؟ يمكن الناس اللي في الشارع لما يسمعوا يجوا، ولا انت شايف ايه؟ انا شايف ان انا رجليا ورمت من الوقفه وايديا نملت من قله السلام. طب اسكت اسكت اسكت. ما تيجي نولع سيجاره؟ عيب عدو عيب بني ادمين واقفين. عيب، يعني انت لو ابوك جرى كده انا هولع سجاير؟ عيب. كل سنه وانت طيب. هو عيد يا لمبي، عيد ميلاد. خش وزع جوه. استنى، يوزع فين؟ هو في بني ادم في المكان؟ اجري يا عم اتكل على الله. هو يعمل بس منظر وحركه كده. لا منظر ولا غير. وحد الله بقى، بتعيط ليه؟ القهوه ساده مره. وانا